الإسلام. في الإسلام عندما يموت المسلم أول ما يفعل يغمض بصره بلطف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الروح إذا قبض تبعه البصر. ثم تربط لحيته برفق حتى لا ينفتح فمه، وتمد يداه ورجلاه احتراما لجسده. يغطى بثوب يستر عورته، ويترك حتى يجهز للغسل. يختار من يغسله من أهل الصلاح ومن الجنس نفسه، الرجل يغسله الرجال والمرأة النساء. يرفع الجسد على مكان مرتفع ويستقبل القبلة، ويغطى جسده كله. يبدأ الغاسل بالاستنجاء برفق من غير لمس مباشر، ثم يتوضأ له وضوء الصلاة ما عدا المضمضة والاستنشاق. بعدها يغسل الجسد بالماء والسدر 3 مرات، أولها بالماء والسدر، الثانية بالماء الخالص، والثالثة بالماء مع الكافور. وإذا احتاج تزاد الغسالات حتى يصبح نظيفا. يغسل الجانب الأيمن أولا ثم الأيسر من الرأس إلى القدم، وفي كل مرة يقال بسم الله وعلى ملة رسول الله. بعد الانتهاء يجفف الجسد بثوب نظيف، وتطيب مفاصله بالعطر أو الكافور. يكفن الرجل ب3 لفائف بيضاء غير مخيطة، والمرأة ب5 قطع: إزار وخمار وقميص ولفافتين. تبخر اللفائف بالبخور، ثم يوضع الجسد فوقها برفق. تغطى العورة أولا، ثم تلف اللفائف واحدة فوق الأخرى، ويعقد عند الرأس والقدمين بخيوط خفيفة تفك في القبر. بعد التكفين يحمل الجسد على الأكتاف، ويقال أثناء حمله: سارعوا به، فإن كان صالحا فخير تقدمونه إليه، وإن كان غير ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. تقام صلاة الجنازة في المسجد أو في المصلى. يقف الإمام عند رأس الرجل أو وسط المرأة، ويصلى ب4 تكبيرات دون ركوع ولا سجود. بعد الأولى تقرأ الفاتحة، بعد الثانية يصلى على النبي صلى الله عليه، بعد الثالثة يدعى للميت بالرحمة والمغفرة، بعد الرابعة يسلم تسليمة واحدة. بعد الصلاة يحمل الميت إلى المقبرة على الأكتاف، والناس تردد الدعاء: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم ثبته عند السؤال. يدخل القبر من جهة قدميه إن أمكن برفق شديد، ويقال عند وضعه: بسم الله وعلى ملة رسول الله. يوضع على جنبه الأيمن ووجهه نحو القبلة، ثم يحل رباط الكفن من الرأس والقدمين، وتغطى فتحة القبر باللبن، حجارة مسطحة أو ألواح من الطين. بعدها يهال التراب على الجسد. أول حفنة تكون بيد أحد أقاربه، وهو يقول: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. ثم يكمل الناس ردم القبر حتى يستوي بالأرض، ويرفع قليلا كعلامة له. يرش التراب بالماء الخفيف تثبيتا له، وتوضع حجارة صغيرة عند الرأس والقدمين ليعرف مكانه. المسيحية. في المسيحية الموت ليس نهاية، بل عبور نحو الحياة الأبدية مع المسيح. يقول الكتاب المقدس: من آمن بي ولو مات فسيحيا. بعد الوفاة يغلق فم الميت وعيناه برفق. يوضع الصليب على صدره كرمز للإيمان، ويغطى بثوب أبيض نقي. يغسل الجسد بالماء الطاهر، ويقال أثناء الغسل: اللهم طهر عبدك هذا بدم المسيح الطاهر. يلبس الميت ملابس جميلة، ويوضع في تابوت تحيط به الشموع والبخور. وفي الكنيسة يقام قداس الجنازة، حيث تتلى التراتيل والمزامير عن القيامة. ويقول الكاهن: المسيح غلب الموت، ومن يتبعه لن يموت إلى الأبد. بعد الصلاة يغلق التابوت، ويحمله الناس إلى المقبرة وهم يرنمون: اذهب بسلام إلى بيت الآب. وعند القبر يقول الكاهن: من التراب جبل هذا الجسد، وإلى التراب يعود، لكن روحه تعود إلى الله الذي أعطاها. ينزل التابوت إلى القبر، ويلقي أحد أقاربه حفنة من التراب، وهو يقول: منها خلقت وفيها تعود ومنها تقوم في يوم القيامة. ثم يغلق القبر، ويوضع فوقه صليب يحمل اسم الميت لتبقى الذكرى، ويبقى الإيمان بأن الموت ليس الوداع، بل بداية حياة جديدة. اليهودية. في اليهودية الموت ليس نهاية الوجود، بل عودة الروح إلى خالقها. يقول التوراة: فيرجع التراب إلى الأرض كما كان، وتعود الروح إلى الله الذي أعطاها. عند وفاة الشخص يغلق فمه وعيناه، ويغطى الجسد بملاءة بيضاء. ثم تبدأ جماعة خاصة تعرف بحفرة كدوشة، أي الجماعة المقدسة، بتحضير الجسد للدفن.
يغسل الجسد في طقس مقدس يسمى طهارة، أي الطهارة. يغسل 3 مرات بالماء النقي، ويقال أثناء الغسل: كما جاء إلى العالم طاهرا ليعد الآن إلى الله طاهرا. بعد الغسل يكفن الجسد بملابس بيضاء بسيطة تسمى تكريخين، بلا ذهب أو زينة، لأن الجميع أمام الله سواء، الغني والفقير، الحاكم والخادم. لا يستخدم العطر أو الزخارف، فالموت عندهم لحظة صدق خالصة. ثم يوضع الجسد في تابوت خشبي بسيط أو يدفن مباشرة في الأرض، لأن التوراة تأمر: إلى التراب تعود. قبل الدفن يمزق جزء من ثياب أهل الميت، إشارة إلى الألم والفقد. ثم يتلى دعاء القاديش، وهو أشهر الصلوات اليهودية، لكنه لا يتحدث عن الموت بل عن تمجيد الله رغم الحزن. بعدها يهيل أقرب الناس التراب على الجسد، وتغلق الحفرة في صمت وهيبة. الهندوسية. في الهندوسية، حين يموت الإنسان يمدد جسده في البيت، وتغسل جثته بالماء المقدس من نهر الغانج، لأنهم يعتقدون أن لمياه الغانج قوة تطهر الروح من الذنوب. يزين الجسد بأكاليل الزهور، ويدهن جبينه بعجينة الصندل، ثم يوضع على لوح خشبي ملفوفا بقماش أبيض للرجال وملون للنساء. قبل الرحيل تشعل عائلة الميت عود بخور، ويتلى أمامه ترانيم من الفيدا، أقدم الكتب المقدسة لديهم، تذكيرا له بأن روحه في طريقها للعودة إلى مصدرها، براهمان، الروح العظمى. بعدها يحمل الجسد إلى مكان الحرق يسمى الغات، وغالبا يكون قرب نهر الغانج. يضع الابن الأكبر شعلة النار على فم أبيه في لحظة يعتبر فيها أنه يحرر روحه من الجسد. تحترق الجثة ببطء حتى تصير رمادا، ثم تجمع البقايا وتنثر في مياه الغانج، لأن عودة الرماد إلى النهر ترمز إلى اتحاد الإنسان مع الكون من جديد. البوذية. في البوذية بعد وفاته يغسل الجسد بالماء النقي، ثم يلبس ثوبا بسيطا، وأحيانا يوضع على الجبين قليل من الرماد، رمزا لفناء الجسد وبقاء الروح. الجنازة تكون هادئة، لا صراخ فيها ولا نواح. الهدف هو مساعدة روح الميت على مغادرة الجسد بسلام دون اضطراب أو حزن شديد من الأحباب. يوضع الجسد في تابوت خشبي أو يلف بقطعة قماش، وتقدم أمامه الزهور والشموع وأعواد البخور، وترتفع الترانيم البوذية التي تتحدث عن الرحمة والتأمل والتحرر. في بعض المناطق يحرق الجسد كما فعلوا مع بوذا نفسه، ثم تجمع رماده في جرة صغيرة وتدفن أو توزع في الأنهار أو الحدائق المقدسة. الزرادشتية. في الزرادشتية يغسل الميت بالماء والبول المقدس المسمى غميز، رمزا للتطهير من الشر. ثم يلف الجسد بثوب أبيض نقي، وتربط يداه وقدماه بخيوط مقدسة تعرف بكوستي، وفي رأسه يوضع غطاء أبيض، لأن اللون الأبيض يرمز للطهارة والنور. لكن الزرادشتيين لا يدفنون موتاهم في الأرض، ولا يحرقونهم بالنار، لأنهم يرون أن النار والأرض عنصران مقدسان لا يجوز تلويثهما بجسد ميت. لذلك يأخذون الجسد إلى مكان مرتفع يسمى برج الصمت أو دخمة. هناك يوضع الجسد على منصة حجرية مكشوفة للشمس والطيور الجارحة، فتأكل الطيور اللحم ويتبخر الباقي تحت حرارة الشمس. ولا تنسى الاشتراك وتفعيل الجرس ليصلك كل جديد.